السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ رجعنا لكم النهاردة بفيديو جديد، فيديو سهل وبسيط هيعجبكم. بنعمل النهاردة أكلة سمك. معانا هنا سمك بوري وسمك بلطي، أنا مشترية بوري وبلطي. أنا أول مرة أعمله في البيت، يا ترى يعني هشويه في البيت، يا ترى هينجح معانا ولا هيبوظ؟ يلا بينا نشوف الطريقة ازاي وطريقة التسوية ازاي، وهيبوظ معانا ولا لأ. انا دايما بجيبه جاهز من محل، يعني اول مره اشويه في البيت. تجربه، يا رب تنجح، يعني ان شاء الله تعجبكم، جربوها. انا لما باجي بغسل السمك كده مخليه فرشه مخصوص للسمك، بتنضف بطن السمك يعني بطريقه احسن من السكينه وكده يعني، فجربيها هتعجبك. نعمل مع بعض النهارده سفره كده يعني بسيطة، مش اللي هي طبعا مش هنعمل انواع كتيرة من السمك، هما يا نوعين بس. لان احنا برضو لسه عيلة صغيرة، حتى اولادي لسه صغيرين يعني ما بيعرفوش مثلا ياكلوا، لازم انا بنضف لهم وكده، ومش اكلين قوي في السمك يعني، ما بيحبوش قوي، مش بعمل كتير يعني، زي ما انتوا عارفين انا وجوزي بس. بعد ما خلصناه غسيل هنغسله طبعا بالملح والليمون، وننقعه شوية في الملح والليمون على ما نجهز التتبيلة بتاعته. عمل تتبيلة جميلة جدا هتعجبك قوي للسمك، كأنك جايباه من المحل. مش يعني مش هيفرق قوي عن المحل، ويمكن احلى كمان. السمك البوري احلى حاجة في لما تحبي تشوي، احلى حاجة تعمليها السمك البوري. يعني السمكية البوري جميلة جدا في الشوي، لما تحبي تشوي البوري هيبقى جميل جدا، وخاصة كمان لما تكون محشية ومتبلة كويس، بتدي طعم جميل في الشوي بصراحة. فانا هعملها في البيت بطريقة حلوة وسهلة وبسيطة. تقدري تعمليها في البيت بعد الغلو اللي احنا فيه. يعني هتجيبي كيلو البوري وتشويه كأنك ايه مشترياه من بره. على فكرة كيلو السمكتين البوري اللي انا جايباهم دول، الاتنين كيلو، يعني السمكتين كيلو. وكمان يعني حجمهم مش كبير، هما ممكن الكاميرا تكون مكبرة حجمهم، بس هما حجمهم وسط، ولا كبيرة ولا صغيرة. يعني انت لما تشتري الوسط، ولا الكبيرة قوي ولا الصغيرة قوي. بعد ما غسلناهم كويس قوي وهنقعناهم في الملح والليمون، هنسيبهم شوية على ما نعمل التتبيلة بتاعتهم. ونغسل الحوض ونغسل البولة اللي احنا عملنا فيها طبعا، عشان يعني ريحة السمك بتبقى صعبة، فلازم ننضفه كده اول باول. نيجي بقى لتتبيلة السمك. نقول كده بسم الله. اول حاجة نجيب طماطم، انا يعني عاملة سمكتين بس، فانا الكمية تبقى صغيرة يعني. هنجيب طماطميتين وهنقطعهم كده مكعبات صغيرة، وفلفل قطعناه مكعبات. انا جيت اقطعه بعد ما خلصته يعني حوالي ربعه كده، فبشوف هو يعني سخن ولا بارد، لقيته سخن، فشلته بصراحة، وجبت جبت مكانه اللي هو الفلفل الرومي البارد ده، لاني عندي ابني وجوزي ما بيحبوش الشطة يعني. هنقطعه برضو مكعبات. حطيتوا اللايك ولا لسه؟ يلا اللي منزلتش تحط اللايك تنزل تحط اللايك وتشير الفيديوهات في كل مكان. وهنجيب كرفس برضو ونقطعه. واللي ما عندهاش كرفس برضو ممكن تستخدم بقدونس عادي يعني، بس الكرفس بيدي طعم احلى في الشوي يعني. وهنجيب برضو جزراية وهنبشرها بالمبشرة. فكده عندي بقى ايه، طماطم وخضرة وجزر وكرفس. وهنحط برضو بصلاية، هنقطع بصلاية، وهننزل بقى بالتوابل الباقية. وبعدين هنجيب نص ليمونة ونعصرها على الخلطة بتاعتنا، اهو زي ما انتوا شايفين كده. وهنقطع برضو البصلاية مكعبات صغيرة. وبعدين هنجيب كده حوالي معلقة توم حلوة مفرومة. سمك يعني توم وليمون، فكتري في التوم والليمون. هنحط برضو كمون، حبة كمون، وننزل برضو بالملح. قلبي بقى التتبيلة دي مع بعضها، وشمي ريحتها، التوم مع الكرفس مع الليمون، يعني عامل ريحة التتبيلة دي خطيرة والله.
يعني زي اللي بتجيبيها من المطاعم واحلى كمان، ومضمونة برضو. وانا نزلت برضو بمعلقة كزبرة ناشفة يعني عشان الكاميرا كانت فصلت معايا. هناخد بقى نص التتبيلة نحطها على جنب، والنص التاني هنشوف هنعمل بيه ايه. هنمسك بقى السمك بتاعنا ونحشيه بالخلطة دي كويس. اهو شايفين، زي ما شايفين حشيت بطنه ازاي. من اول ما بدأت في انضف السمك واعمله التتبيلة بتاعته، شغلت الفرن وحطيت الصاج اللي انا ايه هحط فيه السمك، هشوي فيه السمك يعني، علشان الصاجة او الصينية تبقى سخنة يعني. هنجيب بقى ردة، والصاجة اهي قلتلكم هي سخنة، وهحط السمك في الردة، وبعدين هحطه في الصينية وادخله الفرن على نار يعني نار تبقى سخنة، متبقاش نار ايه هادية. اهو حطيت شوية ردة في الصاج بتاعي، لان انا الصاج بتاعي خفيف يعني هيتحرق بسرعة. فايه حطيت يعني حبة بسيطة مش كتير، بس كده هم شوية من عليه. وبعدين هدخله ايه الفرن على الصاج على طول، مش على الشبكة، عشان ايه يعني يتشوي بسرعة وياخدوا اللون زي بتاع بره بالظبط. يعني مش هيبقى زي بتاع بره، لانهم طبعا هما بيعملوا له يعني بيعرفوا ازاي يسووه على نار سخنة ويبقى صاج معين وكده يعني. نيجي بقى لتتبيلة السمك البلطي. معلقة توم، وعليها حبة كزبرة ناشفة وحبة كمون وحبة ملح، وهضربهم مع بعض، وهبهر بيهم بقى ايه السمك البلطي، ونص ليمونة. طبعا عاملة كمية بسيطة لان انا عاملة اياها بس سمكة ونص يعتبر كمان. هحشي بيها بقى ايه السمك من جوه، وهسيبه كده يتبل مع نفسه لحد ما اجي اقلي السمك بقى، لحد ما نيجي يعني هناكل. هنعمل بقى جنب السمك حبة رز، احنا ما بنحبش الرز الصيادية، فهنعمل حبة رز ابيض. حطيت حبة سمنة وحبة زيت ونزلت بيها على الرز، هديلهم تشويحة بسيطة، وبعدين احط لهم الملح بتاعه واظبط الملح يعني، وبعدين نطفيهم بالمية عادي. نظبط الملح بتاعه، حبة ملح وحبة فلفل، وهطفيه بالمية واسيبه على نار هادية يستوي مع نفسه. الرز يستوي بقى، انا كنت هنا عملت حبة سلطة، والسمك اهو قاعد متبل برضو. وده كده شكل السمك برضو، السمك اللي كنت حطاه في الفرن طلع اتشوى اهو، طلع شكله خطير وتحفة. هو ما طبعا ما يعني ما بقيش نفس شكل اللي بنتي بتسويه بره، بس والله طعمه جميل وتحفة. والحمد لله طلعوا سلام معايا، ما اتكسروش. يا برضو بس حتة الراس دي اتكسرت، وكده كده احنا بنستغنى عنها، بناكلها مش بناكلها يعني. نيجي بقى باقي التتبيلة اللي احنا اخدناها قسمناها نصين، هناخد النص بتاعها وننزل بيها بقى ايه على على السمك بتاعنا. وشمي بقى الريحة، ولا طعمه كان والله فظيع. شايفين الالوان بتتكلم عن نفسها، الالوان تحفة، وشكل السمك تحفة، وطعمه كمان اجمل. وبالهنا والشفا. انا اول مرة اشوف في البيت، والحمد لله يعني النتيجة كانت ناجحة يعني، ما فشلتش الحمد لله. شايفين الالوان؟ شايفين؟ يلا بقى حطوا اللايك عشان الطبق الجميل ده والوانه التحفة دي. هنعمل اخر حاجة ان احنا هنقلي السمك البلطي. انا هنا جبت حبة دقيق، وحطيت عليهم حبة كمون وحبة كزبرة وحبة ملح صغيرين، وحبة نشا برضو. وحطيت الزيت يسخن، وحطيت فيه نص ليمونة،
وهنزل فيه بالسمك. محدش بقى يتريق على الطاسة بتاعتي. على فكرة الطاسة دي بتطلع الاكل جميل ويعني ومستوي كويس يعني انا مش قادرة، يعني مش حكاية ان انا مش قادرة اشتري لي واحدة، لا، بس هي الطاسة اللي هي بتبقى خلاص اتحرقت وكده يعني بتسوي الحاجة كويس وطعمها ومش خالية. يعني الطاسة دي من اي بيت، اي بيت هتلاقي فيه الطاسة دي، قليل القليل اللي بيستغنى عنها. بعد ما حمرنا السمك بدأنا غرفنا الأكل بتاعنا، وده غسلنا جرجير، وده كان شكل السفرة بتاعتنا. سفرة سهلة وبسيطة وتفتح النفس. اتفضلوا معانا اهو جرجير، وغرفنا الرز، ومعانا سمك بلطي، ومعانا سمك بوري مشوي، ومعانا حبة سلطة، وبالهنا والشفا. اتفضلوا معانا. شايفين شكل السفرة جميل ازاي؟ يلا بقى انزلوا حطوا اللايك يلا، وشيروا الفيديوهات في كل مكان. واللي ما اشتركتش في القناة يلا تنزل تشترك وتفعل الجرس عشان يوصلك كل فيديو احنا بننزله. ويا ربنا يسعد كل اللي بيدعمني ويساندني ويشجعني ان انا اشتغل على القناة. ربنا يفرحكم كده زي ما بتفرحوني، واسيبكم كده في حفظ الله ورعايته. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.